السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله هنعمل العيش الجميل اللي انتوا شايفينه ده بطريقة سهلة جدا. ان شاء الله هتعجبكم. شايفين عامل ازاي؟ انا بصراحة جينا نتغدى فاتفاجئت ان التلاجة ما كانتش فيها عيش. فبصراحة الطريقة دي سهلة جدا ومنجزة جدا، من غير خميرة ومن غير بيكنج باودر ومن غير تخمير ومن غير لا فرد ولا عجن ولا الكلام ده كله. ده هي في دقيقتين بس بتكون ان شاء الله العجينة بتبقى جاهزة. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ يلا بقى بينا على المقادير. اول حاجة الكوب اللي انا بستخدم به الدقيق هو الكوب اللي انا بستخدمه بالمية. تمام. انا هنا معايا 3 اكواب من الدقيق، اي نوع دقيق بتفضليه. ومعايا رشة ملح ومعايا معلقة سكر. تمام. نفس الكوب اللي انا عايرت به الدقيق هو الكوب اللي انا هعاير به الميه. يبقى كل 3 كوبايات من الدقيق هياخدوا قصادهم 3 كوبايات من الميه، هياخدوا قصادهم 3 معالق من الزيت، ويكون زيت نظيف، بلاش زيت التومين لان ريحته بتبقى عامله شويه. تمام. هتستخدمي كوبين، يبقى كوبين ميه كوبين زيت، على قد الدقيق على قد الميه على قد الزيت. كده كده تمام. انا حطيت هنا كوبين من الميه، فاضل كوب تالت. لو حابه تعملي في الخلاط برضو تمام، هنا ما بياخدش وقت وهنا ما بياخدش وقت. هبدأ بقى اضيف معايا ال3 اكواب من الدقيق. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمضرب بقى كده هبدأ اضرب على طول، ما تخافيش هو ما بيكتلش ولا اي حاجه. ضربه بقى كده مستمر بالايد. هنا طبعا هنا انا كنت حطات 3 معالق من الزيت، بس مش عارفه اللقطه دي الفيديو كان واقف، فهم لسه في الحروف هي حتى باينه اهي. حطيت 3 معالق من الزيت، ولازم الزيت يختفي تماما. تمام. تضربي ضرب جامد كده. هاخد بقى الخليط ده هصبه، هجيب مصفى وهنزله فيها ليكون بربع ان فيه اي تكتلات، وده بيخلي العيش ما بيقبش معايا. فانا طبعا برضو هنا كالعاده بصور بايد واحده، فرحت موقفه الفيديو ورحت مصفياه. هنا بقى انا كنت صفيته كله تمام. شايفان ده قوامه، يعني بتحس ان هو قريب من قوام القطايف. هنا بقى هحط نقطة زيت وبمنديل كده هروح مسحة. تمام. نقطة زيت بسيطة، والمنديل ده بيفضل معايا لحد النهاية ما بحط الزيت. بقى كل ما باجي اعمل رغيف بروح مسحة بالمنديل. بس انا كنت حاطه في البدايه، انا كنت عامله رغيف، فكنت حاطه نقطه زيت وابتديت مسحه فيها، لان انا كان معايا مراد كنت شايلاه، فالاول رغيف ده انا ما صورتوش، فعشان كده مش باين فيها ان انا كبيت في الطاسه زيت، هي نقطه بسيطه خالص. تمام. ببدا بقى احرك الرغيف كله في الطاسه كده. بصي بقى ما بدخلش بالاسباتيولا خالص، اول ما يبدا الرغيف يفك من الحروف ببدا اقلبه. بصي هبدا بقى هنا هقلبه. طبعا برضه هوقف الفيديو، انا كده قلبته اهو. شايفين انا ما بسيبوش يا جماعه لما بياخد لون. انا يا دوبك اول ما بعرف ان هو فلت من الصينيه من الطاسه، يعني مش لازق فيها، ببدا ان انا احركه، ما بسيبوش لما ياخد لون من تحت، وبعد كده عينه. تمام. اهو شايفه كل شويه بروح قلبها على الجهه التانية، ده بيخلي لي الرغيف يقب، ما بيخليكش ينشف معايا. تمام. شايفين بيبدا يقب ازاي؟ بص بقى يا حبايب قلبي، دلوقتي انا بعد ما اعين الرغيف ده الطاسه هتبقى سخنه جدا. لو حطيت بعد ما اعين الرغيف حطيت الرغيف التاني، الرغيف مش هيقب مني. ليه؟ لان الطاسه سخنه جدا، فمش هيقب. فانا اعمل ايه ساعتها؟ حاجه طبعا انا ممكن اطفي البوتاجاز واخليه لمده دقيقه، بس انا مش هعمل كده لان طبعا الوقت كده هيبقى كتير قوي. فانا بروح هنا برضو شايفه هبدا اقلبه برضو على الاتجاه التاني. بروح واخداه على الحنفيه تحت الميه، بعمل للطاسه صدمه مع الميه واروح راجعه بيها تاني. كل رغيف انا بعمل الطريقه دي. يا اما انت بتصبري لو مش حابه موضوع الميه بتصبري شويه لحد ما الطاسه تهد، انما لو حطيتي العجينه في الطاسه وهي سخنه ما بيقبش معاكي وبينشف. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم الطاسه تكون تيفال علشان الرغيف ما يلزقش معاك. ماشي. طب خلاها الرغيف وهو بيعمل، طبعا انا قلبته تاني، باجي من وقت للتاني بفضل اقلب فيه من الاتجاه ده للاتجاه ده، ياخد حاجه بسيطه واروح قلبها الناحيه التانية. طب لو الرغيف زي كده وجا مثلا مقبش، يعني قب نصه ونص التاني مقبش،
بصي ممكن لو اخدت بالك هتلاقي الرغيف من اتجاه معين كده ممكن يكون بيطلع هوا، فانت تروحي بالاسباتة تروح دايسه مكان ما بيطلع الهوا، تروحي دايسه. هبدأ برضو هنا همسح الطاسة، تروحي دايسة مكان الهوا ما بيطلع، هتبص تلاقي الرغيف انتفخ معاكي. لو الطاسة سخنة وحطيتي السائل، وبالذات لو العجينة معاكي طشت في الطاسة، اعمل حسابك انه 80% الرغيف مش هيقب معاك وهيحطب، ومش هيبقى تحس ان هو اصلا مش من العيش ده اللي انت بتعمليه. تمام. ببدأ احرك كده علشان السائل يروح في كل الطاسة. تمام. شايفة يا دوبك اهو هيبدأ اهو تتحرك من الصينية اهو، بروح قلبها الناحية التانية. شايفة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، من اول رغيف لحد اخر رغيف ما شاء الله قب معايا. شايفة؟ بيبدأ يرفع اهو، ما شاء الله اللهم بارك. يعني انا مش قادرة اقولك العيش ده حلو قد ايه، منقذ بطريقة يعني بصراحة هايلة. شايفة يبدأ يرفع معايا اهو. ما بيسيبوش يا جماعة لما ياخد وش من ناحية وبعد كده اروح قلبها على طول من هنا لهنا، كل كام ثانية ببدأ اقلب الرغيف. شايفة ما شاء الله اللهم بارك الرغيف عامل ازاي؟ شايفة انتفخ معايا وعامل ازاي؟ صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. متنسوش يا اخوات النهارده الجمعه اكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب. بجد الواحد مش عارف يعني مش عارف يعمل ايش، ربنا وحده عالم بينا. احنا ما بقدناش ان احنا نعمل اي حاجه غير ان احنا ندعي ربنا ينصرهم، اللهم امين يا رب. ببدأ كده اخد الطاسه برضو مسحه تاني بنفس المنديل اللي فيه الزيت. انا حبيت اعمل معاكم اكتر من رغيف علشان تبقوا واخدين بالكم منه ان هو قد ايه سهله، قد ايه بسيط. ما اخدش مني لا بيكنج باودر، ولا خد مني خميره، ولا قعدت افرد واعجن. كذلك برضو اهي تبدا الحروف تلون زي ما انت شايفه كده، ويبقى معايا صينيه مجهزاها. شايفين ما شاء الله العيش عامل ازاي؟ حلو جدا في النوتيلا، حلو في الجبن وفي اللانشون، ينفع في المدارس الصبح. يعني أنا مش قادره اقولك ان انت ممكن الصبح تبقي قايمه كده على طول كوبايتين دقيق في الخلاط وانت واقفه تقدري تعمليه، يعني حاجه حلوه قوي. ممكن تعمليه وتحطيه في الديب فريزر، وقبل ما الاولاد يطلعوا ب5 دقايق بتطلعيه بيفك بيبقى حلو جدا. شايفه يبدأ الرغيف ينتفخ معايا زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى يا رب ان الفيديو لو عجبكم متنسونيش باللايك والشير وتعليق منكم كده. انتوا ممكن تكونوا شايفين ان الموضوع ده يعني عادي، بس والله العظيم ده يعني بيفرق قوي في نفسيتي، وكمان انه ده يعني مهم جدا علشان الفيديو يترفع لازم بيبقى تعليق ولازم بيبقى لايك فيه، فكله ده يعني بيحسن من اداء القناة علي عندي. شايفين يا جماعة الرغيف انتفخ وعامل ازاي؟ ما شاء الله. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا بتستفادوا مني. شوف انا بعمل لك كده علشان اعرفك قد ايه الرغيف منفوخ. ومعايا كمان بوريكي واحد تاني اهو. طبعا هو الفيديو ده كان دخل في حوالي ربع ساعة، بس انا هنا بقى حبيت ان انا اقصر الفيديو على قد ما اقدر، وبوريكوا برضو ان هو كله انتفخ معايا بالطريقة اللي انتوا شايفاها دي، وانه قد ايه العيش ده سهل فعلا. يعني اللي طلع الفكرة دي بجد عبقري، حاجه فعلا منقذ بطريقه مش قادره اقول لك والله العظيم. يعني الواحد بيبقى هيعمل اكل وبيقوم جري لما ما يلاقي في التلاجة ما فيهاش عيش، بيقوم جري يعمل العيش ده. شايفه انتفخ وعامل ازاي؟ اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يكون عجبكم كده. الفيديو خلص معايا، ودي كل الكميه اللي كانت طالعه. شايفه قد ايه طري؟ دول من 3 اكواب من الدقيق. شوف رمى معايا ما شاء الله كام رغيف. شايفه قد ايه هو طري. والعجينه دي تنفع تعملي برضو منها الكريب. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.